معاكم ثانيه واحده علشان انا نازله، فمش هوريكم اي بقى حاجه من الميك اب لان مش هتشوفوا حاجه مختلفه هعملها. المهم ان انا نازله فهجهز معاكم وهوريكم انا هلبس ايه، لبس واكسسوارز. هاخد رايكم كده في كام حاجه، وفي نفس الوقت هتكلم معاكم في كومنت رخم كده شويه شفته. انا مبدئيا مسحته، يعني انا البنت اللي هي كاتبه الكومنت ده مسحته، بس لازم نتناقش في الموضوع. يعني انا حاسه ان هو ايه، لا استوب بقى هنا ثواني كده. فهجهز وانا بتكلم معاكم في الموضوع ده. برضه هوريكم الاكسسوارز وممكن يعني هشوف كده هعمل ايه، ولو عرفت ان انا اصور وانا بره هاخدكم معايا برضو. هنشوف كده. مش المشكله في التصوير، المشكله في الوقت. ممكن الدنيا تضلم كده فبحس التصوير بالليل ما بيكونش احسن حاجه يعني. هنشوف كده الدنيا هتمشي ازاي يعني. الكومنت بقى كان غريب بالنسبه لي ومضحك. انا اول ما شفته قعدت اضحك بس مسحته لها، مش عايزاه على الصفحه عندي، مش عايزه راي زي ده موجود عندي. بس يا ريتني كنت خدته سكرين. ايه ده، ما خدتوش سكرين ليه عشان اوريه لكم؟ وانا مش فاكره الكلام بالظبط، بس هي اللي كانت بتقوله في الكومنت فيما معناه يعني، عشان بجد انا مش فاكره، عشان حرام يعني اقول حاجه انا مش فاكره. انه كفايه بقى ميك اب رخيص. مش عارفه اللي هو ان بشرتنا هتبوظ حاجه كده يعني، اللي هو ايه، هاتي بقى ميك اب غالي شويه وبتاع وكده انا ساعات يا جماعه بحس ان في ناس بجد فاكره ان هي عايشه لوحدها على الكوكب. بعيدا بقى عن الكومنت نفسه انه كفايه بقى ميك اب رخيص هيبوظ وشكم ومعرفش ايه والكلام ده. هو انت فاكره ان كل بنت وكل واحده بتحب تظبط نفسها وبتحب تجيب حاجات لنفسها وبتحب تشيك نفسها وبتحب تحط ميك اب كلهم معاهم فلوس اغنياء؟ سيبكم من اغنياء، كلهم معاهم امكانيه ان هم يجيبوا ميك اب غالي؟ اكيد لا. فبنجيب البدايل وهي الميك اب الرخيص. ده رد مختصر قوي وبسيط، لو اي حد كده سمعك هيقولك الكلام ده. ايه مشكلتك؟ ما تسيب اللي عايز يحط ميك اب رخيص يحط، واللي عايز يحط ميك اب غالي يحط، وكلنا ننبسط واللي بيحط غالي ينبسط واللي بيحط رخيص ينبسط. ايه مشكلتك في ان واحده بتجيب ميك اب رخيص تحطه، او ميك اب صيني او ميك اب دراج ستور، او ايه مشكلتك يعني؟ يعني غريبه، بني ادمه غريبه. المهم يا جماعه ان انا كنت محتاره قوي في اللبس البس ايه. في الاخر اخترت هودي هوريهولكوا، بس مش متاكده يعني ايه، بس هلبسه. المهم يا بنات انا عايزه اخد رايكم في حاجه. بما ان رمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين. ايه اكتر فيديوهات حابين تشوفوها في رمضان؟ علشان اجهز لكم الفيديوهات بتاعه رمضان حتى كافكار، يعني ان احنا ايه نجهز الافكار بتاعه رمضان علشان ما بقاش محتاره. فانتوا شايفين ايه اكتر حاجه بتحبوا تتفرجوا عليها؟ ايه اكتر حاجه هتبقوا عايزين تشوفوها في رمضان؟ ريفيوهات، فلوجات، روتينات، ايه؟ فاكتبوا لي كده في الكومنتات، بما ان انتوا اللي هتشوفوا الفيديوهات يعني، فاكتبوا لي ايه اكتر حاجه. بعشق لون البلاشر ده، بعشقه. انا طبعا ناويه ان انا اعمل لكم روتين وعنايه في رمضان، لان احنا بشرتنا بتنشف جدا من قله الميه. فحاسه ان دي اكتر فيديوهات هتكون مفيده، يعني انا بدور على حاجه تكون مفيده ليكم وفي نفس الوقت تكونوا يعني ايه، تتسلوا، يعني حاجه تسليكوا برضه. فحاسه ان اكتر حاجه مايله لها اللي هي السكين كير بقى، عينيا مش عارف ايه كده. انتوا برضو قولوا لي يعني. كده خلاص ثبت. مش عارفه اعمل ايه تاني، بس هدور كده في الميك اب. انا رسمت عيني بالكحل البني واحط ماسكارا، وبفكر اركب رموش. ايه بفكر اركب ضوافر قصدي. ايه اللي جاب الرموش؟ بصوا لبخت ازاي، بصوا عشان بتكلم ومش مركزه. بفكر اركب ضوافر، معرفش ليه، انا والله ما اعرف ليه. حسيت ان انا عايزه اركب ضوافر. استنوا، هي راحت فين؟ هوريكم شكلها دلوقتي. بس انا عايزه اركبها قبل ما انزل. بفكر اركبها، ولو حسيت كده ان انا ايه لا مش عايزه، يعني ايه اقعد بيها شويه في البيت، فاهمين؟ قبل ما انزل حسيت ان انا لا مش المفروض ان انا انزل بيها، اروح فكها وقلعها. ولا اركبها قبل ما انزل عشان افاجئ نفسي وانا بره افضل حطاها. مش عارفه مش عارفه ليه المسكره دي بقت تفروت كده، تعمل فرفته.
مع ان هي عندي بقالها من قريب يعني مش من بدري. انا جات لي مكالمه فانا مش عارفه انا وصلت معاكم لحد فين. حطيت ليب لاينر والروج. نضف بقى العك اللي انا عملته ده هنا كده تمام صح. ما احطش حاجه تاني خلاص. كنت عايزه احط هايلايتر بس حاسه انه لا كفايه كده. بصوا بقى هلبس الهودي ده هتشوفوا هوريهولكوا يعني هلبسه واوريهولكوا. بصوا من ورا مكتوب عليه ايه او بصوا يعني الكتابه لونه حلو قوي حلو قوي وعجبني. بس لسه مش متاكده البس معاه طرحه ايه. والاكسسوارز مش عارفه ممكن الاكسسوارز ما تبانش فما البسش يعني حاجه من هنا. هشوف يعني على حسب. بس هكويه الاول وهلبسه واوريهولكوا. نسيت اوريكم الضوافر. بصوا اركبها او ان انا احط مانيكير بس اعمله فرنش مش احط. فمش عارفه اكتبوا لي كده في الكومنتات كان احسن ان انا اركب ضوافر ولا احط المانيكير. الضوافر شكلها حلو قوي وفيها درجه بيج فحساها لايقه مع الهودي. هشوف برضو وانا بلبس كده هشوف. انا لبست في ابديتس مهمه كتيره حصلت. بس قبل ما اكمل معاكم انا عملت ايه روحوا على انستجرام روحوا على فيسبوك شوفوا انتوا بتحبوا انهي لان الريلز اللي بتنزل هنا هي بتنزل هنا وهتلاقوا حاجات تحفه هتنزل. فتابعوني هنزل لكم اللينكات في صندوق الوصف او في اول كومنت يعني كده. فانا خلاص لبست الهودي ولبست اكسسوارز ولبست الشنطه وطرحه وعملت لكم ريل ازاي بلفها. تعالوا اني وريت الاوتفيت على انستجرام هتشوفوه في الريلز اللي هتنزل. فما ينفعش انا يوتيوب انا بحب يوتيوب انا اساسي يوتيوب مش انستجرام فما ينفعش ان انا ما اوريكوش. فقلت اوريكم. استنوا شيل الكرسي ده كده. مش مهم الكرسي. لبست الشنطه زي ما قلت لكم الاكسسوارز الجولد بتاعتي وما لبستش السلسله لان هي كده كده مش هتبان يعني. وعايزه اقول لكم الهودي ده بيدفي جدا جدا فمبسوطه بيه قوي. ومعاه البنطلون الجينز ده. يلا بينا انا هنزل وهوريكم وانا بره. ايه كل الاطفال دي بصي جبت حاجه صوتك عاليه. طلبت اسبانيش لاتيه. كيوت قوي يا مرة. انت بتصوري الام؟